هل تتخيل إن طفل ضرير من صعيد مصر ممكن يبقى يوماً ما عميد الأدب العربي؟ طفل اتولد في قرية بسيطة وفقد بصره في سن صغيرة، لكن ما فقدش شغفه بالمعرفة. ده مش مجرد حلم، دي كانت بداية حكاية طه حسين. طه حسين اتولد سنة 1889 في قرية الكيلو، مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وكان الطفل السابع وسط أسرة متوسطة، لكن إصابته بالرمد وهو صغير خلت حياته تتغير للأبد. ورغم كده حفظ القرآن كامل في الكتاب قبل ما يتم العاشرة، وده كان أول دليل على عبقريته. سنة 1902 سافر للقاهرة والتحق بالأزهر، وهناك بدأ يحتك بالعلماء والمفكرين. لكنه ما اكتفاش بكده، ودخل الجامعة المصرية سنة 1908 مع أول دفعة من الطلبة. وهناك بدأت شخصيته الفكرية تتبلور، وبدأ يطرح أسئلته الجريئة. في سنة 1914 سافر طه حسين في بعثة لفرنسا ودرس في جامعة مونبلييه، وبعدين حصل على الدكتوراه من السوربون. وكان موضوع رسالته عن أبو العلاء المعري، وكان فيه نقد جريء جداً بابتسامة. وهناك التقى حب حياته الفرنسية سوزان بريسو، اللي بقت عيونه ودليله في الحياة. رجع لمصر وتعين أستاذ للأدب، وبعدها بقى أول عميد مصري لكلية الآداب. وفي سنة 1950 بقى وزير المعارف، وقال كلمته اللي دخلت التاريخ: التعليم كالماء والهواء، حق لكل مواطن. طه حسين ما كانش مفكر عادي، هو فتح باب التجديد على مصراعيه. كتابه في الشعر الجاهلي عمل ضجة ضخمة جداً. لكن رغم الجدل كان هدفه هو بعث العقل النقدي في الأمة، مش بس للتمرد لكن لبناء نهضة حقيقية. توفي طه حسين في 28 أكتوبر 1973 بعد حياة مليانة نضال فكري، لكنه ساب وراءه أكثر من 60 كتاب ومئات المقالات وأجيال كاملة متعلمة وواعية. طه حسين ما كانش بس كاتب أو مفكر، ده كان بصيرة أمة في جسد كفيف. هل ممكن العمى يمنع الإنسان من إنه يشوف الطريق؟ طه حسين جاوب على السؤال ده بالفعل مش بالكلام. اكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر حاجة أثارت إعجابكم في قصة طه حسين، وإيه الكتاب اللي قرأتوله وغير فكرك. وما تنسوش اشتركوا في قناة حواديت مصرية علشان تسمعوا باقي الحكايات اللي ما بينساهاش الزمن.